كلنا في حياتنا قابلنا ناس في الإعلام، في الفن، في الشغل، في أي تعامل بشري حياتي بيحصل، وسألنا نفسنا هي الناس دي وصلت للمكان أو المكانة دي إزاي. عندي صديق ليا لسه في شغل جديد، التحق بشغل جديد وقابله شوية مشاكل غريبة في الشغل، فراح للمدير بتاع الجروب دوت وقال له على المشاكل ديت. فالراجل رد عليه المدير وقال له ان دوت نظام العمل هنا. فصديقي ده اتضايق جدا وكلمني في التليفون، قال لي يا احمد تخيل بيقول على الفوضى والمشاكل اللي بتحصل في الشغل ديت نظام. قلت له يا صديقي هي بالفعل نظام، صعود القواعد الرديئة والجودة الضعيفة في العمل وتحول الحرفة إلى وظيفة والوظيفة إلى روتين بلا أي إبداع، والأداء الهزيل عامة هو نظام اسمه نظام التفاهة. أنا أحمد علام وهنا كلام علام، هنا كل المفيد. النهاردة هنتكلم عن كتاب نظام التفاهة للكاتب الفيلسوف الكندي ألان دونو الذي تم إصداره في 2015. الرموز اللي بتتصدر حاليا للمجتمع هي عبارة عن لعيبة كورة أو فنانين، مفيش كتاب أو علماء أو أدباء أو أي حد من الناس اللي فعلا بيفيدوا المجتمع. هل ده صدفة؟ الحقيقة ان صعود الفوضوية وعدم وجود ذوق او مبادئ عليا ده ابدا مش صدفة، ده نظام اسمه نظام التفاهة. والكاتب هنا لما ذكر موضوع التفاهة ما كانش قصده المهرجين بفكرنا او الناس اللي قاعدة ما بتعملش حاجة، بالعكس. التافهين اللي موجودين في نظام التفاهة هم ناس بتشتغل كتير جدا وإنتاجهم غزير جدا وليهم تواجد كتير جدا، سواء في الإعلام أو حتى في حياتنا. هنلاقي كتير ناس من دول موجودين حوالينا، ناس متوسطين الذكاء، متوسطين العلم، عديمي خبرة، ناس حاجتهم كتيرة وشغلهم كتير وإنتاجهم غزير، لكن دايما بلا قيمة وبلا نفع حقيقي. نظام التفاهة هو نظام بيخدم بعضه ومترابط جدا وبينجحوا بعض. نظام التفاهة بيبعد دايما أصحاب الرأي والفكر والعلم والخبرة، دايما بيخاف من طرح بدايل أو التفكير بره فكر القطيع أو شرح الأوضاع الحقيقية على الناس متوسطي الذكاء اللي بيتم تصديرهم في المشهد المجتمعي. مشكلتهم ان هم بيكونوا مصدقين ان هم ابزاز وان هم فعلا ذو علم وان هم فعلا بيخدموا وان هم فعلا عباقرة ومفيش زيهم. انا قابلت حد فيهم كان بيكلمني عن تصميمات، فقاعد بيتناقش معايا وانا حاسس ان الكلام اللي بيقوله زي ما احنا بنقول في المصطلح بيهبد. فسألته بصراحة أفكارك غريبة بالنسبة لي، فأنا عايز أعرف أنت اتعلمت تصميم فين؟ فقال لي أنا خدت دورة. فقلت له هايل جدا، خدت بقى الكورس بتاع التصميمات دي فين؟ قال لي خدته في المكان الفلاني أونلاين 3 أيام. هو في خلال ال3 أيام دول اللي اتدرب فيهم حس إنه ملك علم التصميمات بالكامل، وإنه خلاص يقدر يتكلم ويقول رأيه بكل ثقة وبكل وضوح، لأنه فعلا قدر يتعلم التصميم في 3 أيام. المشكلة الأكبر في نظام التعليم أو في اللي أنا بقوله دلوقتي في مركز التدريب، اللي بس كان همه إنه ياخد فلوس من ناس كل همها إنه يكون معاها شهادة للوجاهة الاجتماعية. اللغة المستخدمة عامة في نظام التفاهة هي لغة العواطف، كلمات طنانة وتعبير عميقة بلا أي معنى. المهم في اللغة المستخدمة في نظام التفاهة هي حشد أكبر عدد من الجماهير وإثارة عواطفهم وإنهم يلغوا عقلهم. في قضايا كتير في حياتنا الكلام فيها لازم يكون بحساب، الكلام فيها لازم يكون لأصحاب العلم وأصحاب الخبرة، ودايما هنلاقي إن أصحاب العلم وأصحاب الخبرة لما بيتسألوا في حاجة هم ما يعرفوهاش بيقولوا إن دوت مش تخصصي أو ما نعرفوش. لكن على النقيض والعكس تماما بنلاقي الناس متوسطي العلم وقليل الخبرة لما بيتسألوا في أي سؤال بيدلوا بدلوهم، بيهبدوا زي ما احنا بنقول. الناس دي بقى هنلاقي أكثرها هي اللي بتبقى ضيوف في البرامج الحوارية، وإن ما كانش إن في منهم كتير هم المذيعين والمحاورين في هذه
البرامج. المشكلة في هذه النقطة إن نظام التفاهة بيعمل على تسطيح القضايا الهامة، ودوت الحقيقة بياخدنا للنقطة اللي بعد كده، وهي الثقافة الشكلية. كلنا قابلنا في حياتنا أكيد الخبير الدولي والدكتور العالمي والفنان الخارق واللاعب اللي ملوش زي. أنا قابلت حد أصلا ما بيعرفش يتكلم عربي صح، سألته انت بتشتغل ايه واحنا بنتكلم، فقال لي ان هو بيشتغل كذا لكن هو كاتب. فقلت له هايل، كتبت ايه؟ فقال لي كتبت مجموعة قصصية. فقلت اخد فكرة كده عن المجموعة القصصية اللي هو كتبها. فكرني بالنكتة اللي قريناها زمان، ان حد كتب في اول صفحة الفارس ركب على الحصان، وفي اخر صفحة كتب الفارس نزل من على الحصان، وفي النص درجن درجن درجن. هو كده بالظبط، مفيش اي معنى او هدف او اي حاجة هتطلع بيها من شوية حبر على ورق ملوش اي معنى، لكن هو مصدق ان هو كاتب كبير. الفلوس والربح والتجارة، انت بتكسب كام، انت معاك كام، انت عربيتك نوعها ايه، انت ساكن فين، ده الهدف، ده القيمة العليا اللي احنا المفروض نجري وراها. الفلوس بقت هي الغاية اللي المفروض نسعى ليها. في نظام التفاهة الإنسان سلعة، وسلعة ليها تمن، وعلشان تكسب جوه نظام التفاهة طوع ثقافتك ودينك وخبرتك وعلمك لخدمة النظام، ووقتها هتكسب كتير، بس هتكسب خسارتك. الحق والعدالة والجمال والصالح العام والوطنية والأخلاق والقيم العليا، كل الحاجات دي تم تفريغها من معناها الحقيقي، وتم تسميتها بكلمات وألفاظ أخرى: عولمة وتحضر ورأسمالية وظروف العصر وتفتيح المخ. الإعلام، اللي متابع إعلام الفترة ديت بقى شايف إن في مؤسسات صحفية كبيرة بقت بتجري ورا الترند أكتر من الناس، بقى عندهم الترافيك واللايك والفيو أهم بكتير من مصداقية الخبر الصحفي أو حتى صياغته، أهم حتى من مبادئ المهنة. الأهم هو الترند. والتلفزيون حدث بلا حرج، بيع ساعات على الهواء أو مسجلة لأشخاص لا علاقة لهم بمهنة الإعلام، وطبعا بيجيبوا ضيوف على نفس المستوى الفكري ومستوى العلمي والمستوى الثقافي اللي هم فيه، وطبعا ده بيطلع محتوى يعني أكثر ما يقال عنه إن هو بس هزيل. وده مشكلة في وسيلة إعلامية زي التلفزيون، لأن هي وسيلة جمعية بيتفرج عليها ملايين، بترسم لهم صورة ذهنية وبتديهم صورة بكلام. للأسف في ناس كتير عشان تريح دماغها بتصدقه وبتعيش فيه، لدرجة ان في ناس ممكن ما تصدقش الواقع اللي هي عايشاه في حياتها وتصدق اللي بيتقال لهم في التلفزيون. مواقع التواصل الاجتماعي خلت ناس كتير من متوسطي العلم وعديم الخبرة بقوا أصحاب ملايين وأصحاب مشروعات، بقوا رموز وبقوا قدوة لجيل طالع جديد. وزي ما قلنا كلهم بيدعموا بعض، لأن النظام دوت هو بيدعم نفسه وبيحاول يكبر. طيب احنا شفنا تقريبا كل الحاجات ديت في حياتنا، أو بعضها أو كلها يعني كما يتراءى لكم، لكن هنا عايزين نتكلم هيبقى ايه الحل. اول حاجة يا اصدقائي، ما تخليش حد يلعب بعواطفك، ما تخليش حد يلعب بعواطفك. شغل عقلك، اللي بيكلمك بالعواطف والمشاعر فقط في احتياجاتك وطريقة حياتك بيستغفلك، بيضحك عليك، بيستغلك، فلازم تخلي بالك. تاني حاجة، ان اخطر ما في نظام التفاهة هو انك ما تحسش اصلا بخطره. وهنا لازم انت تكون صريح مع نفسك، هل انت فعلا ضد نظام التفاهة ولا انت من الناس المستفيدين منه؟ هل انت من القطيع المستسلم لهذا الطوفان، ولا انت عندك عقل وفكر ومنطق يخليك تحلل وتفكر وتشوف البدائل الاخرى؟ هل انت بتحب الحق فعلا ولا انت محتاج المكسب السريع؟ هل انت عندك مبدأ في حياتك ولا اللي تكسب بيه تلعب بيه؟ الصراحة مع النفس يا اصدقاء مهمة جدا، واهم من اللي انا قلتهم دول انك تعمل شير للفيديو دوت، وما تنسوش ان كل المفيد في كلام علام. هسيب لكم نسخة من الكتاب PDF في اول تعليق في صفحة كلام علام على فيسبوك. مستنيكم.